يا ترى انت فعلا بتختار اللي بتشوفه ولا اللي بتشوفه هو اللي بدأ يختارك ويشكلك؟ دي فكرة مرعبة جدا، انك تكون شايف النعمة ومش حاسس بيها، شايف الحقيقة بس مخدوع باللقطة، شايف حياتك بس بتحاكمها بصورة حد تاني. ففي حلقة النهاردة عن حاسة البصر مش بتكلم عن العين كعضو في جسم الإنسان ولا عن العدسة والشبكية والعصب البصري، احنا بنتكلم عن العين كباب للقلب، لأن اللي بتشوفه كتير مش بيعدي عليك وخلاص، أحيانا بيسيب جواك مقياس جديد ومن غير ما تحس تبدأ تقيس نفسك وحياتك عليه. يعني ممكن عينك تبقى شايفة كويس جدا بس قلبك هو اللي مش شايف. وفي آية في سورة الحج بتقول معنى يخوف، ربنا قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. احنا غالبا فاكرين ان العين مجرد كاميرا بتفتح عينك تشوف صورة والصورة تدخل المخ وخلاص، بس الحقيقة أعقد من كده. انت مش بتشوف بعينك بس، انت بتشوف بعينك وبمخك وبخبرتك وبحالتك النفسية وبالحاجات اللي اتعودت تشوفها قبل كده. يعني الصورة مش بتدخل جواك خام، انت بتفسرها. ممكن 2 يشوفوا نفس الحاجة وكل واحد يطلع بإحساس مختلف، واحد يشوف نجاح حد فيتحمس، واحد يشوف نفس النجاح فيحس إنه فاشل، مع إن الصورة واحدة لكن القلب اللي استقبلها مختلف. وده معناه إن المشكلة مش دايما في اللي اتشاف، ساعات المشكلة في الترجمة اللي حصلت جواك بعد ما شفته. عينك جابت صورة ومخك فسر وقلبك اتأثر، وساعتها الصورة ممكن تفضل مجرد صورة وممكن تتحول لحكم على نفسك. وفي علم النفس في معنى مهم جدا، إن الحاجة لما تتكرر قدامك كتير علاقتك بيها بتتغير. مش لازم حد يقعد يقنعك، ومش لازم تقعد تسمع محاضرة، ومش لازم يحصل نقاش طويل، مجرد انك تتعرض لحاجة كتير بتبدأ تبقى مألوفة ليك، واللي يبقى مألوف القلب يبطل يستغربه بنفس القوة. وده خطير جدا، لان مش كل مألوف صح، ومش كل مألوف نافع، ومش كل حاجة تعودت عليها تبقى مناسبة لقلبك. يعني في حاجات أول مرة تشوفها تستغربها، بس بعد فترة تلاقيها بقت عادية، وبعد فترة كمان تلاقي نفسك بتطلبها أو بتقيس نفسك عليها أو حاسس إنك ناقص من غيرها، مش لأنك قعدت وأخدت قرار واضح، لكن لأن عينك اتربت عليها واحدة واحدة. وده معنى مهم في حاسة البصر، العين مش بتتفرج بس، العين بتعود القلب. وفي معنى تاني مهم، المقارنة. الإنسان بطبيعته ساعات بيقيم نفسه من خلال اللي حواليه، أنا ناجح ولا لأ؟ أنا متأخر ولا لأ؟ هل يا ترى حياتي ماشية كويس ولا لأ؟ هل أنا عندي اللي يكفيني ولا ناقصني حاجة؟ زمان المقارنة كانت أضيق، كانت على قد الناس اللي حواليك، عيلتك، صحابك، دايرتك القريبة. لكن النهاردة عينك شايفة حيوات أكتر بكتير من اللي قلبك يقدر يستوعبه. كل يوم صور ولقطات وإنجازات وحياة ناس متصورة من أحسن زاوية. فأنت مش بتقارن نفسك بشخص واحد، أنت بتقارن حياتك العادية بمئات من اللقطات المختارة. وهنا المقارنة تبقى ظلمة، لأنك بتقارن يومك الحقيقي بلقطة حد تاني المتزوقة، بتقارن تعبك الكامل بنتيجة حد عرضها في الآخر، بتقارن حياتك من الداخل بصورة غيرك من الخارج. وساعتها قلبك ممكن يطلع بحكم قاسي جدا، زي أنا قليل، أنا متأخر، أنا ناقص، حياتي مش كفاية، مع إن الحكم ده مبني على صورة ناقصة. ومشكلة العين إن هي بتشوف اللقطة مش القصة، تشوف الصورة بس ما تشوفش السياق، تشوف النتيجة بس ما تشوفش الطريق، تشوف الواجهة بس ما تشوفش اللي وراها. وده يخلي العين لوحدها مش كفاية، لازم بصيرة. البصيرة إنك ما تصدقش كل إحساس يطلع من صورة. لما صورة تبهرك اسأل، هو أنا شايف الحقيقة كلها ولا يا ترى شايف جزء؟ ولما صورة تكسرك اسأل برضو، هل فعلا حياتي ناقصة ولا أنا بقارن نفسي بحاجة مش كاملة؟ ولما حاجة تتكرر قدامك اسأل بقى، هي بتعلمني ايه من غير ما احس؟ لان في صورة بتضحك عليك بالكذب الصريح، هي بتخدعك بالجزء الناقص، بتوريك حتة وتسيب قلبك يتخيل الباقي. والسوشيال ميديا بقى هي اوضح مثال على ده، مش لانها كلها شر ولا لان كل اللي عليها كذب، لكن لانها اكبر بيئة بصرية عايشين فيها دلوقتي. انت بتفتح الابليكيشن فتلاقي سيل من الصور والفيديوهات، كل حاجة قصيرة وسريعة ولمعة ومتصممة اصلا علشان تشد عينيك. لو وقفت
وقفت عند حاجة بيطلع لك شبهها، ولو اتفاعلت مع حاجة تتكرر قدامك أكتر. ده انت لو اتكلمت على حاجة بتلاقيها ظهرت لك كتير قدامك. فانت مش بتتسلى، انت بتدخل بيئة بتنافس على انتباهك، والانتباه مش حاجة بسيطة. اللي ياخد عينك ياخد وقتك، واللي ياخد وقتك ياخد مساحة من قلبك، واللي ياخد مساحة من قلبك كل يوم ممكن مع الوقت يغير ذوقك ومقاييسك. ومن غير ما تحس السوشيال ميديا بتقولك هو ده الجميل، وهو ده الناجح، وهو ده الممتع، وهو ده الطبيعي، وهي دي الحياة اللي انت تستحق انك تعيشها. وبعد فترة تبدأ تقيس حياتك على مقياس انت ما اخترتوش. وهنا الصورة ما بتفضلش صورة، الصورة بتتحول لمقياس، وبعد ما تبقى مقياس تتحول لرغبة، وبعد ما تبقى رغبة ممكن تتحول لقرار. تلاقي نفسك بتشتري حاجة انت مش محتاجها، او عمال تستعجل طريقك، او بتقلد حياة بس هي مش شبهك، او بتستعرض بدل ما تعيش. تلاقي نفسك بتكره حاجة كانت نعمة بس لانها مش شبه الصور اللي اتعودت عليها. ودي نقطة مهمة جدا. البصر مش بس بيأثر على احساسك، البصر ممكن يأثر على اختياراتك. اللي عينك بتشوفه كتير قلبك يبدأ يميل ليه، واللي قلبك يميل ليه رجلك تبدأ تمشي ناحيته. علشان كده العين باب خطير، مش لانها بتشوف بس، لكن لانها ممكن تقود. وعشان كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه مهم جدا هنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. الحديث ده غالبا بنسمعه من باب الشهوة، وده معنى مهم طبعا، الأولى ليك والتانية عليك. بس في حلقة النهاردة عايزين ناخد منه معنى أوسع. في فرق بين حاجة وقعت عليها عينك وبين حاجة انت قررت تثبت عندها. النظرة الأولى ممكن تحصل من غير قصد، إعلان ظهر أو صورة عدت أو مشهد جه قدامك، حاجة لمحتها وانت مش قاصد. لكن النظرة التانية معناها كبير، أنا رجعت، أنا كملت، أنا اخترت أدي الصورة دي مساحة أكبر. وده مش في الشهوة بس، ممكن في صورة مقارنة تعدي عليك فتقدر تعديها لكن ترجع لها وتفضل تقلب في الحساب لحد ما حياتك تبان قليلة في عينك. في محتوى يضايقك تقدر تقفله لكن بتكمل فيه لحد ما يزرع جواك سخط. في استعراض يشدك تقدر تقول ربنا يبارك، لكن تفضل تراقب لحد ما قلبك يتعب. فالحديث ده بيعلمنا حاجة مهمة جدا، بيعلمنا إدارة النظر. فأكيد مش كل حاجة تعدي على عينك بإيدك، لكن اللي بإيدك إنك ما تديهاش إقامة كاملة في قلبك. ومن هنا نفهم غض البصر بطريقة أوسع. ربنا سبحانه وتعالى قال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وربنا قال بعدها كمان: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. فغض البصر هنا مش مجرد إنك تقفل عينك وخلاص، ومش معناه إنك تعيش خايف من الدنيا، ومش معناه برضو إنك تكره الجمال. أيوة، غض البصر عن الحرام والشهوة باب مهم جدا، بس النظر أوسع من كده. في نظرة تفتح شهوة، وفي نظرة تفتح مقارنة، وفي نظرة تفتح حسد، وفي نظرة تخلي الغلط عادي، ونظرة تسرق رضاك، ونظرة تعلقك بصورة مش حقيقية. فغض البصر معناه انك تفهم ان عينك باب، ومش كل حاجة تستحق انها تدخل، ومش كل شيء يلفت نظرك يستحق وقتك، ومش كل صورة تعجبك تستحق تسكن قلبك، ومش كل محتوى منتشر مناسب ليك. ولما ربنا يقولك ان ده أزكى لهم، فالمعنى ان التحكم في النظر مش حرمان، ده تطهير للداخل، تنظيف للقلب من الزحمة اللي بتدخله من العين. مش ربنا بيقولك اكره الجمال، لكن بيعلمك ان مش كل جمال ينفع يملكك، ومش كل مشهد ينفع ياخد منك جزء من قلبك. طيب، واضح اني سويتها في وشك. فيا ترى بقى انا عايزك تعيش مغمض يعني؟ لا خالص، مش ده الحل. ولا الحل انك تمسح كل حاجة وتكره الدنيا. الحل انك تبقى واعي بالباب ده. اول حاجة، راقب اللي بيتكرر، مش اللي شفته مرة وخلاص، اللي عينك بتشوفه كل يوم. ايه اللي بقى مألوف عندك بسبب التكرار؟ ايه اللي بعد ما بتشوفه بتحس انك اقل او اضيق او ساخط او عايز تجري ورا حاجة هي مش شبهك؟ لان اللي بيتكرر بيربي. تاني حاجة، افصل ما بين اللقطة والقصة. كل ما تشوف صورة قوية افتكر انا شايف جزء، مش شايف الحقيقة كلها. ودي مش دعوة انك تكذب الناس، دي دعوة انك ما تظلمش نفسك بلقطة ناقصة. ما تبنيش حكم على حياتك من صورة حد. ما تكرهش نعمة عندك بسبب زاوية متصورة
عند حد غيرك. تالت حاجة، نظف باب العين. مش لازم تعمل دراما، لكن لازم تختار. حساب بيقلب قلبك قلل ظهوره، محتوى بيخليك تقارن ابعد عنه، تصفح قبل النوم بيبوظ سلامك غيره، صورة معينة عارف ان هي بتسحبك ما تديهاش مساحة. وده مش ضعف، ده وعي. الضعف الحقيقي انك تسيب عينك مفتوحة على كل حاجة وبعدين تستغرب ان قلبك تعب. رابع حاجة، درب عينك تشوف النعمة، لأن العين اللي اتعودت على المقارنة محتاجة تتعلم الشكر. بص للي عندك من غير ما تحط كل مرة جنب صورة حد. الستر نعمة، والصحة نعمة، والهدوء نعمة، والبيت نعمة. إنك تقوم يوم جديد وعندك فرصة تصلح أصلا دي نعمة. ومش كل نعمة شكلها مبهر، في نعمة هادية جدا بس قيمتها كبيرة جدا، والقلب المبصر هو اللي يعرف يشوفها. في النهاية، حاسة البصر مش بسيطة، هي مش مجرد عين بتفتح وتقفل، هي باب من أكبر أبواب القلب. منها ممكن يدخل علم، ومنها ممكن يدخل وعي، ومنها ممكن يدخل جمال يصحيك، لكن منها كمان ممكن يدخل تشويش ومقارنة وسخط وتعلق ومقاييس انت ما اخترتهاش. وعشان كده الموضوع مش انك تشوف او ما تشوفش، الموضوع انك تبقى فاهم ايه اللي يستاهل يدخل وايه اللي لازم يعدي من غير ما ياخد مكان جواك. مش كل اللي يظهر قدام عينيك يستحق انك تكمله، ومش كل صورة تعدي ينفع تديها مكان في قلبك. احرس عينك، مش علشان تكره الدنيا، ولا علشان تعيش مغمض، ولا علشان تحرم نفسك من كل جميل، لكن علشان قلبك غالي. لأن اللي عينك بتشوفه كتير ممكن يسكن جواك، واللي يسكن جواك ممكن يقودك. فاختار اللي تديله عينك، لأن عينك بتشوف بس قلبك هو اللي بيتربى.